عشان كل مباراه نحصل على 3 نقاط، وانت فرق نقطتين، الفرق نقطتين كان ممكن تاخدهم النهارده. صحيح. لولا التحكيم ومجامله التحكيم. انا يعني هقول على الهوا، الحكم اللي ادار مباراه الاهلي النهارده لابد من احالته للتحقيق في مشهدين، مشهد ضربه الجزاء ومشهد ان هو واخد سيد عبد الحفيظ في حضنه. هو صاحبه فعلا. طبعا هو صاحبه. ما شفتها. ما ينفعش في كره القدم ده. هو فين كلاتنبرج؟ هو كلاتنبرج سافر. هو حصل فعلا؟ ايوه، ما في مشهد ده موجود. ماشي. هو كلاتنبرج فين؟ ومين اللي بيدير لجنه الحكام؟ ومين اللي بيوزع الحكام؟ النهارده الحكم ده لازم يتحول للتحقيق على ضربه الجزاء المشكوك في صحتها، واحتساب وقت اضافي وانتظار حتى الاهلي يتعادل. لما الاهلي ما تعادلش لغايه الدقيقه 97 اضطر يتدخل. اقول لك حاجه ما ينفعش التحكيم ده. العداله يا كابتن خالد، انا اطالب بالعداله في الدوري. زي ما الزمالك بيكسب بعرقه، لا كمان ما ينفعش ان انا اجامل الاخرين. هما بيشربوا ايه في 100 عقبه؟ بس سؤال واحد، ده اكيد كل واحد فيهم شارب له حته ب 500 لوحده. هي فين يا جماعه ضربه الجزاء اللي غيرت الماتش يا جماعه؟ هي فين؟ حد يقول لنا. يمكن احنا احولينا ما شفناهاش. الصحفي عبد الشافي صادق ده مش صحفي والله، انا مش عارف والله العظيم هو حداد ولا كهربائي ولا نجار ولا ايه مهنته اصلا. ده مش صحفي. تخيل ان واحد زي ده يطلع على التلفزيون ويشوفوه بالملايين ويمشوا وراه وانا قاعد في البيت. ارزاق والله العظيم. طلع عبد الشافي صادق بعد مباراة الاهلي وفاركو وزعلان قوي، بيطالب بالعدالة وبالحكام وبيطالب ان حكم مباراة الاهلي وفاركو يتحول للتحقيق. ليه؟ عشان ادى للاهلي ضربة جزاء فاز بيها في اخر دقيقة، وعشان اخد سيد عبد الحفيظ في حضنه. قول لنا طيب، بس هو اللي حكى لك ده، ما هو انت اكيد ما اتفرجتش على المباراة، اكيد يعني ما اتفرجتش على المباراة، وان حد حكي لك. اللي حكى لك ده كان بيتفرج على ماتش ايه بس عشان نعرف بس؟ ثم عدالة مين بس انت اللي بتطالب بيها يعني؟ ده احنا كل ما بنقول بسم الله الرحمن الرحيم بداية ماتش الزمالك بنفتح بنلاقي ضربة جزاء في وشنا. ده لو في عدالة في التحكيم المصري حضرتك مش هتاخد بطولة واحدة. وبالنسبة لسيد عبد الحفيظ اللي انت بتقول كان حاضن الحكم، امال ده ايه؟ والله العظيم احنا تعبنا من الكلام معاكم وتعبنا من مناقشاتكم، اقسم بالله. كفاية ارحمونا.